السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنعمل تحلية حلوة قوي وسريعة جدا، مش هتاخد مننا وقت، وبثلاث مكونات بالظبط. واقول لك على المكونات اللي موجودة فيها. وطبعا عاملة معاكم قبل كده النوتيلا في البيت بس بطريقة سهلة جدا في الخلاط، في اقل من 5 دقايق هتكون معاكي النوتيلا جاهزة وجميلة ورائعة جدا، حاجة اقتصادية وطعم تحفة جدا بجد. وجبت لكم السر بتاع المصانع والطعم والريحة كمان. اولادك قالوا لك عايزين حاجة حلوة، قومي بسرعة اعملها لهم ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحا خالصا وجهك الكريم، ولا تجعل الناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل اللي بيسعدني حتى لو بحرف واحد بس عشان الفيديو يوصل واقدر قناه بيتي الصغنطوط ده يكبر بيكم ان شاء الله. ويلا بينا نشوف طريقتنا زي ومقاديرنا السهله. يلا بينا. طبعا انا معايا النوتيلا البيتي بتاعتي اللي انا عاملاها، ومعايا كوبايه من الدقيق وحبه واحده بس من البيض. بصوا ما شاء الله النوتيلا بتاعتي جميله ازاي ومتماسكه، وبتبقى سهله جدا في الفرد في السندوتشات، وهنزين بيها. بصوا حاجه فعلا في غايه في الجمال جدا. الفيديو طبعا موجود على قناتي. هبتدي اجيب البوله بتاعتي وهنزل ب3 معالق من النوتيلا البيتي اللي احنا عاملينها، 3 معالق كبيره من اللي هي معالق الاكل. وهنزل عليهم بعد كده بحبه من البيض. طبعا انا عايزه البيضه بتاعتي تكون حجمها مش كبير، يعني حجم وسط كده او صغيره، لان احنا طبعا حجم البيضه ده هيخلينا لو كبيره خلينا نستخدم كميه دي اكتر من الكميه اللي مطلوبه معانا، فهتبقى ناشفه معانا البسكوته بتاعتنا او التحليه بتاعتنا. ببتدي اقلب كده البيضه بتاعتي مع النوتيلا لحد ما تتجانس كلها مع بعضها، بالسباتشوله بقى بالمعلقه بمضرب زي ما انت عايزه، بس هي ما خدتش مننا وقت اطلاقا على ما تجانست كلها من بعضها. مجهزه معايا بقى الكوبايه من الدقيق او 5 معالق كبيره من الدقيق ونخلاهم، فهبتدي انزل بيهم واحده واحده واقلب. وزي ما قلت لكم طبعا كميه الدقيق دي بتيجي على حسب حجم البيضه، فحاولي ما تكبريش البيضه بتاعتي عشان ما ناخدش كميه دقيق كتير وتنشف مننا. هبتدي اقلب كده الدقيق بتاعي لحد ما تتجانس معايا. طبعا انت ممكن تحتاجي اللي هما ال5 معالق بالظبط الكوبايه من الدقيق المليانين، او ممكن تاخدي نص معلقه او حاجه زي تاني. اديت رشه ملح بسيطه خالص، ذره ملح كده بسيطه. ونزلت كمان برشه كمان من البيكربونات الصوديوم. ابتدي هنزل بالدقيق كله بتاعي كده وابتدي اقلب لحد ما يتجانس معايا. قلبت الدقيق بتاعي كده، هبتدي بقى انزل بايديا عشان اشوف العجينه كانت محتاجه دقيق تاني معايا ولا لا. بس كده بقت مظبوطه. فهقول مقادير تاني عباره عن 3 معالق من النوتيلا، ومعايا كوبايه من الدقيق وحبه من البيض. خلي بالكم عشان انا قبل كده عملتها فكانت حبه البيض كبيره، فاضطريت ان انا ازود دقيق فكانت ناشفه معايا. فانت اعملي حبه بيضه مش كبيره زي ما قلت لكم، وكوبايه الدقيق دي قبل الزياده لان هي ممكن تزيد معلقه، وحسب كمان نوع الدقيق بتاعك وتسيبه للسويه. زي ما انتم شايفين بقت جاهزه كده معايا. هبتدي اجيب الصاج بتاعي وابتدي اجهز التشكيله بتاعتي. انا طبعا بدل ما اقعد اوزن واعمل كده بقى كلها بلان، بجيب معلقه صغيره معلقه الشاي، وابتدي اقطع بيها واشكلها على شكل كرات كده مدوره، وابتدي ارصها في الصاج بتاعي. طبعا ممكن تحط يعني ما تبعديش المسافات لان احنا مش حاطين بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. احنا حاطين يا دوبك رشه من البيكربونات الصوديوم، يعني ربع معلقه صغيره كده، حاجه بسيطه مش كتير، او اقل من ربع معلقه كمان. هبتدي اشكل تشكيلات بتاعتي زي ما انتم شايفين، دواير بروح عن دواير كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. طبعا انا شغلت الفرن بتاعي وجهزته على درجه حراره 180. خلصت بقى الكميه بتاعتي كلها، بضغط بكف ايديا يا دوبك ضغطه بسيطه خالص كده عليها، ان هي تفردها بس كده، مش عايزاها تبقى مفروده رفيعه خالص كده، لان بصي لسه هنشكل فيها بصباعنا كده عشان نبتدي لما نيجي نحط النوتيلا بتاعتنا او الشوكولاته بتاعتنا فيها كده يبقى في مكان ليها. هبتدي احط كده بصبعي صغير كده او بظهر معلقه زي ما انت شايف اللي انت عايزاني الاسهل بالنسبه لك. انا عملت بصبعي بس كده، وابتدي احطها في الفرن بتاعي، لان لسه برضو عايز اقولك لما تحط في النار هقول لكم على حاجه كمان معايا. طبعا لو لسه موجوده معايا لحد دلوقتي ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك، وتعليق لو بحرف واحد بس منك. حطيتها بقى في الفرن بتاعي لمدة 5 دقايق وسبتها كده لحد ما تتشمع، وبعد كده طلعت معايا من الفرن. فطبعا ابتدى الخرم اللي انا عاملاه او الحاجه اللي انا عاملاها عشان الشوكولاته بتبتدي يختفي شويه، فبديت اعمل بصبعي تاني فكانت سخنه بصراحه عليا. جبت الظهر المغرفه بتاعتي كده، وابتديت اعمل بيها. طبعا الاسهل بالنسبه لك اعمليها، بس هي طبعا عشان ايديكي ما تبقى سخنه عليكي فاعمليها احسن، بضر مع. هبتدي احطها بقى في الفرن بتاعي يكمل سواها وارجع لكم.
بعد ما طلعت بقى معايا وبردت معايا، انا مسكتها ل3 اجزاء، جزء سبته خالص ساده كده من غير اي حاجه، وجزء رشيت عليه سكر بودره، وجزء تاني رشيت عليه كاكاو معايا. حبيت ادي كده شكل كده وتغيير للطعم، يعني ساده معايا وبالسكر البودره وبالكاكاو. هجيب بقى النوتيلا بتاعتي وابتدي ايه احطها في كيس حلواني بمعلقه زي ما انت عايزه، يعني الاسهل بالنسبه لك. انا بصراحه استسهلت ان الكيس الحلواني هيديني روزيتا كده شكلها حلو، واحسن من انك انتي تحطي بمعلقه. شايفين النوتيلا معايا متماسكه وجميله ازاي؟ احط في كيس الحلواني بتاعي كده معلقه من النوتيلا او معلقتين حسب الكميه اللي معاكي. ابتديت زينت بقى البسكوته بتاعتي او التحليه بتاعتي، ما خدتش وقت معانا اطلاقا، ولا في التسويه ولا في العمايل ولا كلفتنا حاجه. عملنا نوتيلا في البيت بقى، ما فيش حجه بصراحه فيها، وكل حاجه جميله، ما فيش غير البضايه والدقيق وحاجه بسيطه جدا، ما خدتناش وقت ولا تكلفه. خلصت بقى كميتي كلها، ويا رب تكون وصفة النهارده عجبتك، ولو عجبتك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقك الجميل اللي بيسعدني، ومستنيه تطبيقاتكم واي استفسار انا تحت امركم. واشوفكم فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته، في رعاية الله وحفظه حبايبي، مع السلامة.